برحب بكم في بيت مصطفى البسيط المتواضع. بعدين دي الشجرة كنا بنقعد فيها. الشجرة دي كان بيجي لما نيجي بيجي يقعد فيها في عيد في إجازة في مناسبة ساي بيجي بيقعد تحت الشجرة دي هنا، والناس بيتلملموا بيجي بيتونسوا معه. واحدين يلعبوا كشتينة، واحدين يلعبوا ضمنة، واحدين يدروا جرايد لحد الشمس ما تجمع الظل. بعدين الحرة تمشي لوطوا ديقنا قد جنب النخلة دي. كان كثير بيجوا بيقعدوا فيها ويتونسوا فيها ويتلموا، كلنا نيجي نتلموا يوم اللي نيجي نتونس معاه بوليداتنا واخواتي التانيات وناس الحلة. ايوه عمل الحديقة دي هنا وزرع فيها، وكان عامل فيها سهور وعامل فيها شجرة الليمون دي، وعامل كانت فيها شجرة الجوافة ماتت بعد ما أثمرت. بعدين بعد توفى طبعا ما كان في ذول قاعد يجي بيهن لحد ما السياج اتفرتك فيها كله حرق. لكن قايتهم محافظين على الشجرات دي على حسوا محافظين على البيوت. تفضل. ده بس سيد أحمد مقبول البنا أبونا براه. بعدين هم كده ده كده البنيان العمل مصطفى زمن عيسى بيغادي ليه جنبه بغادي الأوضة ويتزوج فيها. احنا كان اتولدنا في الفريق الورا، لكن رحلنا بعد التخطيط الحلة رحلنا هنا. رحلنا ده البنيان البناء أبونا ورحلنا فيه قبل وفاته. بعدين لما أبونا توفى مصطفى ياهو بنى هنا، ده بيت أبونا القديم ما غيرنا فيه حاجة وما غيرنا نغير. دي هنا اللي بناها مصطفى بيده. دي الشبابيك والباب عملهم هو زمان عرس. بعدين المطر نزلت سقطت الشيك ده، وانا مصره بعد ما يفوت الخريف لازم اوقفوا واصين ووقفوا يكون ذكرى بدل الحياه الا انا موت. بعدين دي هنا في محل الحمنوفيه دي فوقته اللي تزوج فيها. كانوا الاثنين معين بلنده فكينا دي لعبنا في الجنة. ودي المكان كان حملوا فيها. العديل والزين بالفال السبح لدوح أخو الإخوان، مسنور العروض نوارة الديوان، للجار والبعيد كدحك دوام مليان، وجعل العزاز قيدوبة الفرسان. عملت فيها الحفلة. بعدين عملوا الأطرش. بعدين براو عمل حفلة بعربية نفسية. ويوم الأطرش في يوم بنات الحنة فرحوا لما الحنة الأولى. بعدين لما صار هنا طبعا جابوا فنان ثاني وغنى لهم هناك في اسمشنا في النادي لحد ما انتهى العرس وسافر. بقى يمشي وبيجي يمشي ويجي يمشي ويجي لحد ما صاب على الفيلة. مشى الخرطوم ثاني، بعد ذاك مشى القاهرة ثاني، جا راجع الخرطوم ثاني، مشى قطر. يعني مشى لحد ما سافر موسكو المرة الأولى مشى وجا راجع هنا. ثم المرة الثانية مشى ما جا، مشى من هناك من موسكو جا القاهرة، من القاهرة الكلية فشل الثاني مشى قطر، من قطر ما جا ثاني لحد ما توفى هنا. لا تنبش الماضي البعيد لم تكن يوم القلب واقع مجهولا، لا تنكري جرح القديم وقلني
تهيين ونأمل في ييتو طبعا مش فاشل أمر الله نفع 6 سنة ما شفنا بس كان جانا جسمانه كان هو الأمل الوحيد كان بالنسبة لنا أبو وأخو وعم وخال والولد الكبير ومهنا كله في الدنيا